اكس. ايمان ازيك؟ الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة هنتكلم عن ايه النهاردة؟ هنتكلم عن اول مرة خسرت صديق عمرك. صعبة صح؟ صعبة. بس قبل ما ندخل في الموضوع في حاجة مهمة ايه علشان الناس طلبتها مننا، اللي هي هنعرف الناس بينا بأسامينا. يس. محمود اكس، ايمان خطاب. والحاجة التانية اللي لازم نقول للأودينس عليها واحنا مبسوطين بيها جدا 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 جدا، اللي هي انه احنا محققين. نقول مبروك. نقول مبروك نقول طبعا مبروك طبعا، ونقول شكرا ونقول شكرا على الفيوز اللي حققناها في اقل من شهر، ده حقيقي. وفي يوم واحد رقم مش متوقع خالص. انت متخيل ان احنا في يوم واحد زدنا 10,000 فولور؟ يس. تيك توك. يس. تيك وعملنا توك. اكتر من تيك توك مليون ونص مولع. فيو. يب. يا يس. والانستجرام بيعلى بسرعة على فكرة. فعلا يعني. وده بيخلينا نقول للناس انه اذا حابين تشاركوا اكتر في الحلقات بتاعتنا وفي الاسئله اللي احنا بنطرحها ففي كل موجودة يوم. عندنا على الانستجرام ستوريز بنعمل بولز، صح. وموجودة على اليوتيوب كوميونيتي بنعمل برضو بولز. مظبوط. انا قلت صح. برافو. نايس. وكده خلصنا المقدمه. وكده خلصنا المقدمة. لا لحظه لسه لازم نقول للناس يعملوا سبسكرايب وفولو لصفحاتنا. فين بقى صفحاتنا؟ على اليوتيوب وانستجرام فيسبوك، وكمان موجودة على تيك توك، وفي لينكد ان وابل بودكاست وانغامي وسبوتيفاي. يس. كل الحلقات مرفوعة على كل البلاتفورمز دي. انتوا بس محتاجين تدخلوا هناك وتعملوا سبسكرايب، عشان لو حد سايق ومش عايز يتفرج على الحلقة فيجوال، ممكن يعمل ايه؟ اسمعها اوديو. نايس. فكرة حلوة. نايس. هنتكلم النهاردة عن ايه؟ فكريني. عن اول مرة خسرت صديق عمرك. امتى؟ انا والله سؤال صعب. كانوا كتير؟ طيب لا، كانوا قليلين اللي خسرتهم. اللي حددت ان انت خسرتهم؟ ما كانش فيه كتير يعني. عشان انا مش عايز اتكلم عن نفسي كتير، ولكن انا فعلا قبل ما بربط العلاقة بختبرها كتير. يعني خليني معلش في النقطة دي عايزة أسألك أكتر. اتفضلي يا فندم. حسيت ان انا في لقاء تلفزيوني والله يعني حضرتك لا، ايه نوعية الاختبارات دي؟ عدم المؤاخذة يعني. هي مش بتكون اختبارات انا قاصد اعملها، قد ما هي بتكون ناتجة من العشرة مع الشخص. بتوريني شوية حاجات. طب خلينا نصنفها يعني خلينا أوكي. يعني في ناس بتقولك انه العلاقة مبنية على الوقت، وفي ناس بتقولك ان العلاقة مبنية على أزمة حد وقف جنبي فيها. انت بتبني العلاقة وبتحدد الشخص، بتطلعه من دايرة بعيدة وتدخله لدايرة قريبة بناء على ايه؟ اول حاجة العشرة، يعني الوقت. يس. وده لازم يكون رقم كبير. اوكي. يعني 10 سنين ل15 سنة عشان ينفع ياخد لقب انه صاحبي. اوف. يس. مش اقل، مش اكتر، مش يعني لو الشخص ده عاش معايا 2 او 3 سنين وعمل معايا مواقف حلوة استل، وده حاصل، مش هينفع اقول عليه صاحبي. طب ايه رأيك في الناس اللي بتقول انه ثانية معلش، عشان بس يعني اوضح الحتة دي ضروري جدا. معلش، مش هينفع اقول عليه صاحبي من اللي هو متساوى باللي بقاله 15 سنة معايا اعرفه وعلاقتي بيه كويسة جدا وعندي مواقف معاه حلوة. لان انا عندي اصدقاء كده يعني. لو اتغير اللي عندك علاقة معاه 15 سنة صعب. ما حصلتش. انا لو اتغير هتبقى بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا فيك. لا، هتبقى مش مشكلة كبيرة، هتأثر قوي. ولكن هي الحمد لله ما حصلتش معايا. اوكي. وبناء على اللي انا بعمله ما افتكرش ان هي تحصل، لان زي ما قلت لك انا اصلا عشان احطه في الكاتيجوري بتاعت ان هو يكون صاحبي، هو ادام دخل الخانة ده معناه ان انا خلاص متأكد يعني. اول حاجة قلت العشرة، تاني حاجة موقف. يس. اديني موقف. انا رحت اتخانق وصاحبي جه
وانا شفته ممكن يموت عشاني. يا الله، انا مش فاهمه ليه كل الرجاله بيبنوا صداقتهم على الخناقات. يس. تساعدنا نفهم اكتر ليه الخناقه ممكن تكون محور كبير في انك تنقل حد من خانه لخانه. عشان انت بيبقى فيه قدام واحد بيبقى ليك صاحب. شوفي انا ده يعني على طول بقولك ان هو يبقى قدام عينيك في صديق جاهز انه يتضرب او يحصل له اي حاجة مكانك. ف انت بتشوفها قدام عينيك، يعني انت مش محتاج عليها فاليديشن. ودي ريل خناقة، اتنين ناس بتضرب ناس وده بيدافع عنك يعني. م. وبيدافع عنك بقلبه، مش وموجود وقت ما احتاجته. طب لو يعني كان هي فيها واحد دخل كذا. معاك خناقه مم. ودافع عنك، بس ممكن نقول عمل دقة نقص في حاجة تانية. جيت مثلا كنت مزنوق في فلوس وانت عارف ان هو يقدر يسلفك وقالك لا انا اسف. هلتمس له العذر عشان الموقف اللي هو عمله ده طيب لغاية لما خدي بالك برضو. هنا بقى هفعل ال العشرة. العشرة اللي هي 10 سنين دي بقى ولا 15 سنة. فهبتدي اشغلها يعني. فعشان كده بقولك هي مش بس. خدي بالك انا برضو العشرة عندي قبل الحركة، قبل الموقف. يعني العشرة اهم عندي. طب انت ممكن تقعد 10 سنين 15 سنة مع حد ما تمروش بمواقف حقيقية تقدر تعرف اذا كان هو فعلا عنده استعداد يبقى مش صاحبي. يضحي عشانك او لا. يبقى مش صاحبي، يبقى مش هحطه في الخانة. م. فلازم الشرطين يتوافروا. طيب لان فعلا ليه خسرت صاحب عمرك؟ الاجابة الحقيقية ان انا ما ان ده ما حصلش. بس انت قلت ان انت خسرت شوية. ما بعتبرهمش كانوا صحابي اصلا. سيبك بقى من كان الحتة دي. سطحي يعني. بس خلينا نفهم الاول الموقف حصل شوفي انا ليه. هقولك، انا مش هكلمك عني لان حرفيا ممكن انا يكون ده ما حصليش. ولكن انا عارف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل او بيخلي الناس تخسر بعضها بالنسبة للولاد هي حاجة من الاتنين. ده الماجوريتي الاكبر. م. الاولى بتكون الفلوس، التانية بتكون البنات، التالتة بتكون المخدرات. literally ده حقيقي. ايه علاقة يا المخدرات بالصداقة؟ يا هات النهارده ده، بكره يا مان انت خدت مني اكتر كده، فاهم يعني. أوكي. هما الثلاث حاجات دول يعني. طيب يعني انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ اسألني بقى. أنا بقول لك الحقيقه. اسألني. اوكي، خليني بقى انا اسالك بقى يا ايمن. انت بتختاري اصدقائك بناء على ايه؟ مبدئيا مش عشان خناقات، اوكي. اوكي. احنا التصنيف عندنا بيكون لا. مختلف شوية. انا بختار صحابي يمكن النقطة دي مش كل الناس ممكن تبقى قادرة تفهمها، بس هل احنا واقفين على نفس الأرضية ولا لا؟ يعني احنا عندنا نفس المبادئ، نفس الوازع اللي من جوه اللي ممكن يوقفني اني اعمل حاجة او يشجعني اني اعمل حاجة او لا. ليه؟ لانه تحديدا البنات حقيقي، وهي it's common بس يمكن اكتر في البنات، انه التشجيع والتأثير من البنات على بعض كبير جدا. فسهل ان انت اذا في بنت مقتنعة بفكرة وشخصيتها قوية وحواليها 2-3 يقتنعوا بنفس الفكرة. فدايرتي قبل كده انا كنت عشوائية جدا، عندي اصحاب من الشرق الغرب عكسي شبهي. وبعدين بدأت افهم انه انا عشان اقدر اقول على حد صاحب عمري لازم اكون متأكدة انه شبهي في حاجات مهمة. الحاجات المهمة دي هي الارض اللي احنا واقفين عليها، يعني النقطة اللي هقف عندها هيقف عندها. لما هاجي اقول من جوايا ده موقف غلط، هو هيقف عند نفس الموقف ويقول ده موقف غلط. مش هاجي في لحظة احس اني ممكن حياتي تكون مهددة بالخطر وانا مع الشخص ده مهما كانت صديقتي مريت معاها بمواقف وفي عندنا عشرة. انا بالنسبة لي ان احنا نبقى متفقين في النقطة دي اهم بكتير من العشرة. لانه انا يمكن هحكي عن نفسي، شفت سنين مع ناس وكنت متخيلة اني عارفاهم. يمكن الحياة اتغيرت، يمكن الاولويات اتغيرت، يمكن في اشخاص دخلوا في حياتها غيروا تفكيرها. فالحاجة اللي هتفضل ثابتة هي المبادئ اللي احنا اتفقنا عليها.
دي اهم نقطة بالنسبة لي. مش فدي الحاجة اللي بتخليني اختار اكتر من فكرة انه انا قعدت وقت قد ايه مع البنت دي، او المواقف اللي احنا دخلنا فيها. يمكن احنا في المواقف اللي دخلنا فيها مصلحتي ما تعارضتش مع مصلحتها، يمكن، بس اذا عندنا نفس المبدأ، فحتى لو مصلحتي تعارضت مع مصلحتها انا عارفة ان هي عندها مبدأ. مش بالوقت المبادئ بتتغير؟ لا، مستحيل. عارف ليه؟ لان دي حاجة اتزرعت فيك من وانت طفل. انت دي حاجة بتسمعها كل يوم في البيت، وحاجة انت بتشوفها كل يوم قدام عينيك من خلال باباك ومامتك. اوكي فدي حاجة مستحيل تتغير. اوكي. اذا بتبرر الغلط هتفضل تبرر الغلط طول حياتك، واذا بتقف عند الغلط هتفضل تقف عند الغلط طول حياتك. ممكن البنت تكون او صديقتك دي تكون عندك عشرة بيها مدتها بس سنتين، واللي هي انا ما بقولهاش ما بسميهاش عشرة، لان سنتين يعني ده رقم قليل قوي. ف ف في الحالة دي انت بتقدري او بتشوفي ان عادي ممكن يبقى حد تسميه صديق ليكي بس بسنتين عشان المبادئ متوافقة. اوكي. طب حصلت ان كان عندك صديق في مدة من 2 ل5 وخسرتي؟ طب هل بتعتبر ان ده غلط في التقدير، انه دخل في خانة الاصدقاء القريبين؟ هل ينفع ارجع واقول ان في اصلا مشكلة في تحديد شكل الكرايتيريا بتاعت وضع الناس دول عندك في اسماء ان هم يكونوا اصدقاء؟ كانت مبررات انا حطيتها، هي دي بقى الغلطة اللي انا غلطتها. يبقى الغلطة في ما كانتش الغلطة في الكرايتيرياز قد ما كانت انك بتدي مبررات زيادة. بالظبط، ده حقيقي، ممكن كلامك مظبوط. وفي اوقات انت ممكن لما تراجع نفسك في المبررات اللي انت اديتها لحد تكتشف انه مش من حقه ياخد المبررات دي، ما كانش يستاهل انه يتبرر له. فهنا بتيجي المشكلة في ان انت اللي بررت للشخص لما كسر نقط عندك هي خطوط حمراء، بس انت تسهلت فيها. امتى يكون الوجع قوي؟ لما تخسر الصديق ده؟ لما يكون لما يجي في الوقت اللي انت مش متوقعه. اوكي. انت قلت انه من ضمن الاسباب اللي ممكن تخلي الناس يخسروا بعض البنات لما بيدخلوا في الصداقة. ازاي؟ بأنهي شكل يدخلوا؟ يعني مثلا بصي، هي الموضوع ده مختلف يعني، عشان هو في كذا، عشان الأولاد ليهم أدمغة مختلفة. فهو ممكن يكون الشخص خارج وبيعرف صاحبه على البنات أصدقائه. فلما يلاقي صاحبه الجديد ده مثلا بيخرج مع حد من بنات اللي هو يعرفهم يتضايق منه. انتوا بتتضايقوا من الحاجات دي انتوا كمان؟ بعض الولاد بتفرق معاهم. اوكي. والمشكلة هنا بتبقى عند الشخص اللي هو الأولاني. انا اللي عرفتك عليها انت رايح تخرج معاهم من غيري. لا اوقات فعلا في ناس بتتضايق من ده يعني. اوكي. وفي ناس مش بتفرق معاها خالص يعني. بس فعلا يعني دي حاجة ممكن تضايق ناس. طب على الأقل كنت تقول لي قبل ما تعمل كده. فاهم؟ دي بنت منطقتي. عارفة الحاجات دي اللي هي يا اوقات يعني هو وده مش بيكون عيب في الولد الأولاني اللي هو لأن هو يبان ان هو مهتم، بس أني درجة اهتمام بقى يعني. ما انت مهتم بيها هتتجوزها يعني، ولا انت مهتم بيها ايه؟ ما هو معنى برضو ان الشخص التاني ده صديقه وخد القرار ده، فده معناه ان الاولاني ما وضحلوش مدى قرب البنت منه. ولو البنت وافقت تروح فده معناه ان هو برضو دول ما فيش صلة قرابة ما بينهم قوية تستدعي ان البنت التانية ما تروحش. فخلاص يعني. بس احكي لك على موقف. في ولاد بيتضايقوا يعني. طيب احكي لك على موقف. من كام اسبوع احنا شفنا انفلونسر مشهور كان خاطب واحدة، وبعدين نزلوا صور ليهم مع الاكس بتاعها، يعني هما الثلاثة في صورة واحدة. انا عارف انت بتتكلمي على مين. بغض النظر عن الاسم. أوكي. بس الناس على السوشيال ميديا قلبوا الدنيا، كان عندهم انهيار من فكرة
هجوم حاد على الانفلونسر، صح. ازاي سايب خطيبتك تقف تتصور مع الاكس، وهجوم حاد على البنت انه انت ازاي جمع الاتنين في صورة نفس واحدة. الصورة. طيب هل ممكن ده موقف حقيقي ممكن يكون مستفز إذا شخص كان مرتبط بواحدة وانفصل عنها وبعدين هي راحت ارتبطت بصاحبه وبعدين رجعوا هما التلاتة بقوا صحاب؟ ده ممكن يكون موقف مستفز. طبعا مستفز يعني. ليه؟ مستفز يعني ما حبكتش امان يعني مش عارف، تحس ان في حاجة مش متركبة صح. ما خلاص بقى ما حبكتش يعني انا ما كنت متجوز واحدة ومطلقها وبعد كده اتجوزت واحدة جديدة وبعزم القديمة، يعني هو في استفزاز مش منطقي، فاهم؟ هل تفتكر في نقطة تانية كان في حد قال لي عليها انه قال لي باللفظ كده حليت في عينه، اللي هي مين؟ انا لما ارتبطت بيها حليت في عينه. يعني لما ارتبط بالبنت بعدين انفصلوا وواحد تاني صاحبه حليت في عينه. عادي مفيش مشكلة، انا اصلا مش مختلف على ان ده منطق. عادي يعني ممكن يحصل عادي. ايه المشكلة؟ يعني ما خلاص ما بقتش معايا يعني. معلش ثانية واحدة، دلوقتي واحد يعرف واحدة بعد كده سابها، ارتبطوا وسابها وبعد كده سابها، واحد تاني عرفها، في المشكلة؟ مش مشكلة، مالهاش علاقة بقى يعني هو لازم يرجع يستأذنه مع اني نوع درجة صحوبية برضو يعني. هل هما ما هو لو صاحبه بجد هيقول له امان انا عندي، هيقول له انا عندي مشاعر تجاهها وفي نفس الوقت مش عايز اضايقك، فانت فلو هم اصدقاء حقيقي مش هيروح يضايق صاحبه. لكن لو هو ضايقه وراح للبنت التانية من غير ما يرجع له، فده معناه ان هم درجة الصحوبية دي قليلة يعني او مش موجودة اصلا. طب هل شفت دي حصلت؟ انا هعمل كده يعني. انا لو انا حبيت بنت والولد ده صاحبي صح يعني سطحي، مش ممكن ما ارجعلوش اصلا عادي، مش محتاج ارجع له. هو ما فيش اصلا حاجه تخليني ارجع له ليه؟ انا ممكن ما اكلموش تاني اصلا عادي. ما هو مش صاحبي قوي يعني. لكن لو صاحبي جدا ههتم قوي اني ما ضايقوش، ولو صاحبي جدا ممكن ما اعملش كده مع البنت الجديده دي علشان ما ضايقوش اصلا. شوفي لدرجه ايه، ما هو صاحبي بقى يعني. شايفه كلمه صاحبي؟ مش هقدر اجرح مشاعره اصلا بالبنت يعني. هروح ادور على واحده تانية يعني حتى لو حبيتها لو انا بقول صاحبي، وصاحبي اللي عنده 15 سنه عشره ده مزبوط. اللي هو دافع عني في الخناقه، اللي هو امي كانت محتاجانا وما كانش في حد يلحقنا الا هو وراح لحقها. طبعا مش هتفرق معايا البنت دي قد ما ان صاحبي حتى لو حبيتها لان انا هبدي العقل على الحب. تعملي ايه عشان تتاكدي الشخص ده فعلا صاحبك بجد ولا لا؟ هقول لك على حاجه بس ما تضحكش. اسافر معاها. عارف ليه اضحك؟ ده واحد من الفاليد. اصل ممكن الناس تفتكر انه ده سبب تافه. لا بس اكتشفت السفر قد ايه بيكشف حاجات رهيبة. من اول الميزانية اللي بتتحط للسفر، المود، الوقت، تنظيم الدنيا، الأولويات. أنا عايزة أشوف إيه وأنا مسافرة، هي عايزة تشوف إيه وهي مسافرة. صح. هل هي ممكن تسيبني في مكان أنا قاعدة ومبسوطة فيه لأنه هي زهقت؟ هل هي ممكن إذا كانت قاعدة في مكان وحبت تقعد أكتر وأنا عايزة أمشي أو تعبت، ودي نقطة مهمة جدا، تعبت ومحتاجة أني أرجع على الأوتيل، عندها استعداد هتروح معايا ولا لأ، ولا هتسيبني؟ هتسيب المكان وترجع معايا علشان أنا تعبانة. فالسفر على فكرة بيبين فهم. أقوى العلاقات اللي دخلت فيها في حياتي هي من خلال مواقف حصلت في السفر، وعلاقتي كانت طفيفة جدا 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 بالبنات دول. وموقف حصل يعني هحكي لك على موقف منهم. انه كان عندي واحدة صاحبتي كنا مسافرين تبع الجامعة، وكان عندنا مشروع مهم جدا في الصين لازم نشتغل عليه. وآخر يوم لينا جالها تسمم. أوكي. فاليوم ده كانت أهميته في ان احنا هنروح نعمل كونكشن ونتواصل مع الصحفيين الصينيين، وده هيكون مهم لينا جدا. فكل الموجودين في الجروب وكل الموجودين في الكورس عايزين يروحوا يحضروا اليوم ده. تمام. هي أمريكية، أنا مصرية. ماشي. مفيش أصلا أرض مشتركة ما بيننا،
والتواصل ما كانش قوي، لانه كان دايما فكرة انه اللي بيتكلموا فلوينت انجلش مع بعض، اللي بيتكلموا انجليزي مكسر مع بعض، العرب مع بعض، فكانت في الجزر المنفصلة دي. لحد ما حصل الموقف ده في اليوم ده. واليوم ده جت المشرفة على المجموعة وقالت انه زميلتكم جالها تسمم، اوكي، ولازم احنا ما عندناش الاوبشن ان احنا ننقلها على المستشفى، لازم حد يبات معاها النهارده وبكره الصبح هننقلها على المستشفى. مين عنده استعداد انه يقعد؟ انا يعني ما كنتش متحمسه قوي لاسباب كتير انه اروح اصلا الايفنت ده، وكنت كمان مكسله وتعبانه وما عنديش مشكله يعني، فقلت لها خلاص انا هقعد. لما قعدت معاها البنت طبعا كانت يعني متدمره تماما، لانه التسمم كان مخليها بتنام وتصحى وتاخد ادويه ومش شايفه حاجه. فصحيت تاني يوم لقيتني نايمه يعني نايمه موجوده جنبها في الاوضه. واول ما هي صحت انا اتوترت اصلا، خفت انها تتخض لما تلاقيني. فقالت لي انتي سبتي الايفنت علشان تقعدي معايا؟ فقلت لها احنا العرب بنعمل كده. يس يعني فعلا ثقافتنا انه لو في حد تحديدا في المرض، في نقطتين: المرض والوفاه. مستحيل تلاقي شخص عربي تحديدا وتحتيه 50 خط انه يستغنى او يتخلى او يرجع او يقل مع الشخص اللي قدامه. المرض والوفاة، حتى لو في مشاكل ما بينهم، حتى لو في لو في ايه، ده حقيقي، لو في موت، لو هما الاثنين عندهم استعداد لو شافوا بعض في الشارع يقتلوا بعض. بس في حصلت حالة وفاة او في مرض، مستحيل الا لما لازم يقفوا جنب بعض. ده حقيقي. قلت لها انه احنا في ثقافتنا وفي طبيعتنا اذا في حاجه تستدعي، تحديدا اذا كان مرض يستدعي انه لازم حد يقف، فدي اوتوماتيكلي جيناتيكلي بتحصل. فمن ساعتها لحد النهارده واحنا بنتكلم في سنين عدت من بعد ما خلصت الدراسه ولحد ما رجعت، وهي كل واحده فينا في بلد، بس بالنسبه لها كل مره نرجع نتقابل مبدئيا احنا بنسافر بلد تالتة علشان نشوف بعض، لانه لا انا هعرف ازورها ولا هي هتقدر تزورني، فبنروح بلد تالتة بس عشان نتقابل. قصه جميله بصراحه، قصه جميله بصراحه. لحد النهارده هي فاكره الموقف ده. وانا بالنسبه لي انه انا عارفه كويس جدا انه ما احنا ده عادي على فكره، كلنا هنعمل كده، انه ما فيش مش حاجه غريبه. اهو شايفه الموقف ده بالظبط شبه الخناقه عندنا. انتي وقفتي جنبها وقت ما هي كانت محتاجه، او وقت ما كانت هي تعبانه. هو وقف معايا وقت ما انا كنت احتمال اتضرب ودافع عني. طب خليني أسألك على أصعب موقف أنت اتحطيت فيه عشان صاحب ليك. يس كتير. دخلت اديني أصعب واحد. أصعب واحد دخلت خناقة وكنت هموت فيها فعلا بسبب خناقة كبيرة حصلت يعني، وكنا بتاع 6 قدام جيش. في اللحظة دي ما خفتش على حياتك؟ لا، لأنه صاحبي بجد، ما كانش فارق معايا نفسي أصلا. ايه اللي كان بيدور في دماغك في اللحظة دي؟ كنت بتفكر في ايه؟ ولا اي حاجة غير ان محدش هيلمسه، ولو اتلمس يبقى انا ما اديتش دوري كصديق. كنت في حرب حرفيا يعني، وانا صغير كانت الخناقات دي بالنسبة لنا يعني ديلي روتين. يعني هنتخانق فين النهارده حرفيا؟ الخروجه فين يا جماعه الاسبوع ده؟ احنا عندنا الخروجه فين؟ انتوا عندكم الخناقه فين؟ بالظبط. وكان بقى في بنقعد بقى نحضر الاسلحه ومين معاه ايه وشايلينها في عربيه مين، فاهمه كده يعني. فيعني كتير حصلت. كنا 6 وانا فاكر الناس قدامنا كانوا يعني بتاع 24 بني ادم ولا حاجه. طب هسألك معلش سؤال تاني. اتفضلي. بس الموضوع عجبني قوي. اتفضلي. حاسس ان انا اتفه سبب شفت 2 خسروا بعض عشانه. ده كتير بتحصل يعني. انا قلت اتفه. اوكي. اتفه كتير، كل يوم في ناس بتخسر بعض وفي ناس بتقول الشخص ده هو اللي ينفع يبقى صاحبي بجد. بس انا عايزه اتفه سبب انت حضرته خلى 2 يخسروا بعض. بيختلفوا في وجهات نظر على حاجات تافهه وبعدين في قهوه. ما تقوليش على ماتش كوره والنبي. لا مش ماتش كوره، وجهات نظر في حاجات تانية يعني في طبعا ماتش كوره دي كتير يعني بتحصل. بيخسروا بعض على ماتش كوره. والله في ناس متعصبين، ليه اصدقاء فعلا متعصبين لدرجه ان هو لو ده بيشجع ده واتفقوا ان اللعيب ده افضل. كريستيانو رونالدو وميسي قدام عينيا 2 بيتخانقوا مع بعض وما بيقوش يكلموا بعض بسبب الموضوع ده. ليترلي والله بجد بحلف لك بالله، كريستيانو رونالدو وميسي عادي يعني. مواقف تافهه من بعدين في قهوه واقول لهم يا جدعان الموضوع انتهى مش هنفضل نتكلم في نفس النقطه. فيروح ده فتح الموضوع تاني عشان يثبت وجهه نظره، والتاني يفتح الموضوع عشان يثبت وجهه نظره، وبعد كده يتخانقوا ممكن ما يكلموش بعض تاني.
ف دي ناس بقى بيبقى المشكله يعني بيبقى فاضي، الناس دي بتبقى فاضيه، بيبقى حرفيا مش وراها حاجه، فهو يعني ده الموضوع والله الشاغل حياته وعايز يثبت فيه وجهه نظره يعني. اتليست انتوا عندكم وجهة نظر بتتخانقوا عشانها. يعني انا شفت 2 خسروا بعض علشان واحدة كلمتها 5 مرات، كانت عايزة تبعت لها الاوتفيت بتاعها قبل ما تنزل وما ردتش عليها وشافتها اونلاين على الواتساب. عارفهم انا دول، عارفهم قوي. فقررت ان هي مش هتكلمها تاني لان هي تجاهلتها في اهم موقف هي كانت محتاجاها فيه. الاوتفيت ده الاوتفيت مهم. دي انا هبقى مبسوط ان هي تعمل لي بلوك يعني. يعني انا اقول لها بالله عليك اعملي لي بلوك وما تتصليش بيا تاني عشان انا مش هرد عشان اشوف لك الاوتفيت، عشان انا ما موضوع على فكرة مهم عندنا احنا البنات، انتوا ليه مستسهلينه؟ لا مهم برضو عندنا احنا كمان. اللي هو حمادة يعني. انا لو كلمت صاحبي قال لي كده اقول له ما تكلمني. اتفضل اتفضل سألني. اسال ليه دايما البنات بيقولوا لي ان هم بيحبوا ان اصدقائهم يكونوا ولاد؟ ده سؤال قوي على فكرة. ده حقيقي يعني. عارف ليه؟ يعني اقول لك على حاجة، لانه في 3 عناصر مش موجودين في الولاد، مش موجودين، وده اللي بيخلي الصديق الراجل في علاقته مع البنت اقوى من الصديقة البنت. الغيرة، تضارب المصالح. عارف يعني ايه تضارب المصالح؟ هياخد صاحبتي ده ولا هتاخده مني؟ هتاخده مني. ايه ده؟ انا I think I like him too. لا حبيبتي بقى. انا قلت الاول ده بص لي انا الاول. طب ما هو جاب لي. والحاجه الثالثه ان هم مش هينزلوا يعملوا شوبينج وهيشتروا نفس القطعه زي بعض، فهيبقى في بقى خناقات. انا اسف والله العظيم، بس الحاجات دي مهمه، لانه انا شفت بجد حقيقي علاقات بين بنات بتبوظ. ليه بقى؟ واحدة اشترت فستان، التانية شافته عجبها فاستنت بعدها بيومين وقامت رايحة نفس المحل واشترت نفس الفستان. احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا بنروح لو صاحبي عجبه التيشيرت ما بشتريهوش وبقول له خده. لا ما بشتريهوش ليا وبشتريه ليه بفلوسي واقول له دي هدية يا مان. فاهمة الليفل؟ يا خلاص يا مان، يعني مش ما حبكتش يعني شفتي الفرق ده؟ غير انه اساسا يعني مش هيبقوا نفس السايز او بيكمبيتوا على سايز اكس سمول. ده انتي سمول ولا اكس سمول؟ ولو خدتي البيس دي كده لا ايه ده؟ لا انتي مش هينفع معاكي غير ميديم. وتبص لها بصت انه اللي هو انا سمول انتي ميديم. لا بتحصل مهازل يا جماعه، بتحصل مهازل فعلا ما بين البنات. والله بشوف. انتوا ما بتبقوش متخيلين يعني. بس بجد حقيقي الحاجات دي بتحز في نفسيه البنات قوي جدا. مش تفاهه، بس هي فكره. لا هي اصل هي يعني هتكون لا مش تفاهه يعني. ايه تاني لو في تصنيفات ممكن نحطها فين غير التفاهه؟ ردي عليا. مش عارف يعني اصل هتكون ايه يا سيدي. دي اهتمامات، زي ما انتوا اهتماماتكم الخناقات. هي اهتمامات بالتفاهه. لا دي مش اهتمامات بالتفاهه، دي اهتمامات. طب ما انا ممكن اقول ان الخناقه دي تفاهه. عارف ليه؟ لان انت ممكن تتشوه وتعيش حياتك طول حياتك باصابه، صح، ماشي، بسبب خناقه تافهه انت دخلتها عشان واحد، صح، وضيعت حياتك وضيعت عمرك وضيعت صحتك، وممكن فعليا ما تعرفش تشتغل. في تكنيكس بقى في الحاجات دي في الخناقات. بس مش كل الناس اكسبرت في الخناقات زيك. في تكنيكس يعني، في حاجات من بعيد مش لازم يعني نعرف الناس يعني. بس المهم انه ايه، انه على الاقل التفاهه بتاعتنا مش مضره. تفاهتكم انتوا مضره. يا ده حقيقي. ما فيش يعني انتوا الضرر عندكم بيكون نفسي، عندنا بيكون جسدي اعتقد. بالظبط كده. اوكي، مين اللي هيسأل؟ انا اسالك ولا انت تساليني؟ انا هسالك. أوكي. استنى. طيب هل الفلوس موقف يستحق ان الناس تخسر بعض عشانه؟ يسمع الناس اللي هي تشيب. شكل الفلوس لو دخلت في علاقة وبوظتها ايه؟ يبقى العلاقة دي تشيب. يعني هو استلف منك ولا اتزنق في فلوس ولا اخد منك الفلوس وما رجعهاش؟ لو صاحبي هديله فلوس ومش هسأله عليها تاني اصلا. لو صاحبي هديله فلوس ومش هسأله عليها تاني. لو صاحبي مش هستناه يقول لي انه محتاج فلوس. طب لو اتزنقت ماديا ومحتاج الفلوس؟
هديها له برضه لو هو صاحبي يعني 15 سنة. مفيش حاجة مش ولو انا فضل هبديه عليا. ولو فضل ياخد مرة والتانية والتالتة لو صاحبي مش هيعمل كده، بس في ناس بتعمل كده يا هيفهم. محمود. مش ما حصلتش في ناس معايا. عندها نقطة ضعف من ناحية الفلوس. ماشي، مصدقيني، ده حقيقي، ده حقيقي جدا، ولكن هختار انه ما يكونش صاحبي لو هو كده. يبقى هنا بقى الفلوس دخلت غطت على حتة العشرة. هو ممكن يكون عندك عشرة معاه 10-15 سنة ويضحي بحياته عشانك، بس عنده نقطة ضعف ناحية الفلوس. من الآخر مش شرط يكون مادي، بس ما بيعرفش يعمل كنترول على مصروفاته، ايده مخرومة وبيستسهل يستلف منك لا لأنه لا لا عارف لا كل لا مرة ان لا انت لا انا هتديله. انا صحابي ما بيطلبوش مني فلوس اصلا، حرفيا. مم. عارفه النوع ده، عارفه النوع اللي هو برضو صاحبي وانا ما بطلبش منه فلوس. عارفه النوع اللي هو تحسه قريب من البرفكشن. طب هسألك سؤال، عندك صديقة عمر بنت اه ممكن تستلف منها؟ ممكن عادي، ما عنديش مشكله، بس انا يعني الحمد لله يعني ما حصلتش، بس يعني بس دي قبل ما اقول لها هتكون الفلوس وصلت، فاهمه الليفل. مم. يا ودي برضو طبقت عليها نفس المعايير؟ يا ما ينفعش حد يبقى صديق ليا انا، يعني مش لازم مش لازم دي تبقى معايير الناس، بس ما ينفعش حد يبقى صديق ليا يكون احطه في كاتيجوري انه صديق الا لما يكون عدى عليه 10 سنين وجربت معاه حاجات كتير جدا، يعني منها يعني السفر مثلا. يعني انت بالنسبة لك صديقك اللي هو بتقدر تقول عليه انه صاحب عمرك، سواء كان بنت او راجل، ملهاش علاقة اسمه ايه ده، بان هو راجل او بالجندر. ست. هو الكاتيجوري دي ابلايد يبقى ده اوكي، ماتيور انف، بيفهم، عنده البروبلم سولفينج، واعي، يكون واعي، يكون جنتل، يكون شيك، يكون مش بيستلف، يكون الاتيكيت عنده واضح، يبقى يكون عنده اصل، يكون هياخد باله من عيلتي لما اكون مش موجود. وطبعا ده كله لازم يكون إن يعني فيا وفيه. بتثق في رأي اهلك في صحابك؟ لا خالص. ليه؟ عشان هم يعني ايه المقاييس اللي انا هسمعها، ايه المقاييس اللي انا ممكن اسمعها من اهلي عليهم، لان هم ما عاشروهمش، ما يعرفوهمش قد ما انا اعرفهم. مش اوقات بيقولك انه الاهل عندهم بعد نظر بحكم خبرتهم في الحياة طبعا، لا ان هم يقدروا يقروا الشخص؟ لا لا لا، مفيش حاجه اسمها كده، الكلام ده مش مبني على اي اسس علميه، ده كلام هما بيكرروه زمان، يعني هيعرفوا منين يعني؟ عمرك في مرة اهلك قالوا لك لا على واحد وانت يعني اثبتت لهم انه الشخص ده عكس ما انتوا كنتوا متخيلين؟ لا ما حصلتش. يعني في النهاية هما بيتدخلوش في حياتك ده وبيتدخلوش في حقيقي، هو اختياراتك لاصحابك. انا عشان كده سكت، يعني اتاخرت في اني ارد، لان هم اصلا ما بيتدخلوش، بيقولوا صاحب اللي انت عايزه، انت شايل مسؤوليه قراراتك يعني. الله، ليه ليه ايه؟ ما هو ده الصح اصلا. اصل عندنا احنا البنات الموضوع مختلف. موضوع مختلف. انا فاهم ان سؤالك ده مبني على انك هتلاقي مامتك مثلا او باباكي مامتي، ده مامتي واخواتي واخواتي بيقولك ما وعيلة تكلموش العيلة البنت دي، عشان بيعملوا مثلا كشف لكل البنات على كل السوشيال ميديا. صح، وهو ده الصح يعني انت متخيل ان انا ممكن ابقى رايحه اقول لواحده صاحبتي لا ما ينفعش تنزلي الستوري دي علشان ماما عامله لك فولو مش هينفع تشوفها عندك؟ انت متخيل للدرجه دي؟ لا انت تبعتي لي بقى تبعتي لي انستجرام بتاعها عشان لا بس ماما اتغيرت خلاص، ما بقاش زي زمان. لا انا مش عايز انستجرام ثانيه واحده بس، مش عايز انستجرام ماما، بس انا عايز انستجرام ماما والتانيه اللي نزلت الصوره. لا مش هينفع اديك انستجرام ماما، ممكن اديك انستجرام البنت التانيه. ماشي اوكي، وماما برضه مفيش مشكله، الاثنين يعني اوكيبايد للاسف. اوكيبايد اوكي. تعملي ايه عشان الشخص، لقيتي بقى حد، لقيتي شخص وشفتي ان الشخص ده ينفع يبقى صديق حقيقي، تعملي ايه عشان تخليه فعلا صديق حقيقي؟ اعمل 3 حاجات. عجبني قوي بحددهم دايما صح. عجبتني احب انت بتعرف انا احب الارقام والدراسات. لا 3 حاجات حقيقي، 3 حاجات حقيقي. اول حاجه هقضي وقت اكتر. هقضي وقت اكتر ليه؟ لانه انا عايزه استثمر في العلاقه دي. اوكي. فعايزه اديها حقها انها تكبر، وعلشان تكبر لازم يعرفني اكتر او تعرفني اكتر، وانا اعرفها اكتر او اعرفه اكتر. اوكي. دي اول نقطه.
فلازم يبقى في مساحة أكبر من الوقت. اهتمامات مشتركة أكتر، حتى لو كانت الحاجات دي ممكن تكون جديدة عليا، بس بسأل طول الوقت انتي بتحبي تعملي ايه؟ طب لو في مغامرة جديدة أو مغامرة مجنونة، ايه الحاجات اللي تحبي تعمليها؟ وانا بالنسبة لي إذا الحاجات دي أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أجربها، بس ده هيساعد إن احنا نبقى أصحاب أكتر، هعملها. الحاجة التالتة، ودي نقطة أساسية لازم أسألها لأي حد بحب إني أقرب منه أو أدخله في حياتي، فين الخطوط الحمراء اللي عندك؟ لأنه أوقات أنا ببقى متخيلة اللي أنا عملته أو الموقف اللي أنا اتحطيت فيه عادي، موقف طبيعي، اوكي، فما بقولهاش طبعا إيه الخطوط الحمراء اللي عندك بصراحة، بس بسألها بشكل غير مباشر. أنتي لما خسرتي واحدة من صحباتك خسرتيها بسبب إيه؟ ومن هنا بعرف إيه الحاجات اللي لو إحنا متفقين إنه دي خطوط حمراء، لا أنا هخطيها فهخسرها، ولا هي هتخطيها فهتخسرني. بمعنى إنه مثلا أنا مش عارفة ليه دايما يحضرني شوية أمثلة تافهة، بس بجد يعني دي الحاجات اللي بتحضرني دلوقتي. عندي أصحاب ما بيشاركوش أكلهم مع حد. طب ايه المشكلة وانا كده؟ انت مش متخيل، انا عندي واحده صاحبتي حقيقي ممكن تخسر اي بني ادم وانا والله في مقابل they don't share food. I don't share food. انا بعرف اصلا، عشان كده بعرف من فوق. ماله فوق؟ ايه اللي دخل فوق في السياق دلوقتي؟ ما هو نايم غلبان. انا يعني انا بعرف من شعري، تجيبي لي شعر قط كمان حواليا؟ يعني انا هدومي يبقى فيها شعر ليه؟ يعني ده انا هدومي نظيفه يعني. ايه ده طلع موضوع ان ما حدش يشارك اكله مع حد، ده بيج ديل. اتس بيج ديل. انت تاكل من اكلي ليه يا ابني؟ ما انا ممكن اشتري لك اكل بس تاكلش من اكلي. يعني ليه تحط معلقتك اللي حطيتها في بقك في طبقي؟ ما تخلينيش بقى اطلع مع اكس اللي جوايا. انا اعرف واحد يا محمود اوكي قاعد يخرج معانا كجروب ايوه 4 سنين، ايوه، لحد ما كلنا اكتشفنا انه ولا مرة دفع فاتورة ولا مرة حاسب على اكل. لا انا مش ده كل مرة ثانية بيجي واحدة بس. يخرج معانا ايمان انت بتاكلي؟ انا عايز ادوق. سارة ما تدوقيني من اللي ما في ده طبقك بيشير ده. من الناس اللي بتشير كل مرة اوكي، دي حاجة تانية. يبرشط على اكل حد لحد ما احنا جمعنا يعني بعد 4 سنين يا محمود. عندي ناس عارفة وصاحبنا هيز كلوز فريند، واكتشفنا انه ولا مرة دفع حاسب على اكله، وانه كل مرة بيبرشط على حد فينا ومبتكر في الطرق. لدرجة انكم قعدتوا 4 سنين ما عرفتوش. انا مش جعان، لا انا مش جعان، فيخليك انت اللي تطلب انه لا لازم تدوق، دي طعمها حلو قوي، دي طعمها خطير. اكتشفنا في الاخر. ده جامد والله، جامد. عندي واحدة صاحبتي خط احمر ممكن تقتلك لو قربت للبطاطس المحمرة بتاعتها. قرب لأي حاجة تانية، بس البطاطس المحمرة انت جنيت على نفسك. وعلى فكرة مش صاحبتي بس، انا لسه قارية من كام يوم واحدة داست خطيبها داسته ازاي؟ داسته بالعربية. ايه بس في ايه؟ مش فاهم. داسته بالعربية لانه اكل من البطاطس المحمرة بتاعتها. هي بتقول انها اتلخبطت وبدل ما تدوس على الفرامل داست على البنزين. فاكرة احنا كنا بيقول ان هي عملتها بقصد. احنا كنا هنعمل حلقة بتاعت الدكتور النفسي ده، صح؟ دي بقى يعني عايش عشان دكتور نفسي بيعرف يعمل بطاطس محمرة. عشان البطاطس المحمرة انا حذرت. في ايه يعني؟ ايه اما تقابل انا حذرتك يا محمد. حذرتك لما تقابل حد اساله عن علاقته بالبطاطس المحمرة. في ايه الموضوع ده؟ قاتلة يعني. موضوع الاكل ده حاجة برضو. الشيرنج في حاجات تانية. انا مش بشير برضو لبسي يعني. من الحاجات دي ما بعملهاش ابدا برضو يعني. انا بقرف وهم متفاهمين ده فيا، ومعظمهم بيقرفوا برضو يعني. هتلاقيهم كلهم نفس الفيرجن يعني. مش حتى لو انت رايح ديت وانا رايح ديت هعمل ايه يعني؟ هستلف منه بدلته مثلا؟ انا مش فاهم يعني. تاي مش ماشي لازم. لا دي تستلف منه تفاصيل بسيطه عادي، كرافتة منديل، بس انا مش بستلفها منه عشان انا مش معايا فلوس اجيبها او لا اتزنقت في الوقت. بالظبط، هي مساله وقت. اتزنقت في الوقت وطلع لك الساعه والله نسيت اشتريها وعادي وهرجعها له تاني، مفيش مشكله. عمرك حد استلف منك حاجه وما رجعها لك؟ لا ضرب عليك في حاجات. اللي بيعمل ده اصلا ما بدلوش. يعني ده معناه ان انت اتضرب عليك في حاجات. لا ما حصلتش والله. امال بتحدد ازاي ان هو؟ انا ببقى عارف كده، هو الفيرجن بيبقى من طريقه الطلب. ازاي؟
من طريقه الطلب حرفيا. بجد هو من وهو طريقة بيطلب الطلب. كده بيبان ان هو مش المفروض اديله. فعلا والله مش بكلامك بجد يعني، من الاكسبيرينس انا زي الولاعه زمان. اصل انا يعني الموضوع ده حصل في الولاعات زمان كتير وفي علب السجاير، فيعني فخلاص انت بقى عندك اكسبيرينس. وفي الفلوس معاك معلش عشان اشتري بيبسي كده، عارفه؟ خلاص بقى عند الكشك تحت يعني. يا فكرتني بايام. بقول لك ايه معلش هات ربع جنيه عشان اشتريك الشيبسي. يا ابني مش هديك. طب هديك ايام ما منه. كانوا ربع جنيه بيجيب كيس شيبسي، يا سلام. ففكرتني بحاجات. التاني بقى ده اللي هو هياخد مني صاحبي، انا هديله ومش هسأل. حاجته يعني. هو ممكن يرجعها لي بعد سنه يقول لي برو انا هو مش فارق معايا اصلا يعني، لان اللي عامله معايا يخليني مش محتاج اصلا افكر في الساعه ولا افكر في ايه يعني. فاهمه؟ الليفل عالي يعني، مش ليفل ارقى بكتير من اني افكر انه معاه حاجتي. زي كاني بدي حاجتي لاخويا يعني، مش فارقه يعني ياخدها ان شاء الله يحرقها، ما هو اخويا مش محتاج منه حاجه. ايه في ايه؟ انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ لا اصلا يعني انت فكرتني بالخناقات اللي دخلتها مع اخواتي على ايه؟ حاجات كتير. لا ما يعني انا كنت بترعب لما بفتح الموبايل بلاقي مسج من اختي وانا نازله عارفه انا انت عامله خدتي ايه. انت خدتي انا مش عايزه افتحها، انت ده انا خدتي مره بعد ما سافرت واتصورت مع اصحابي في لندن لقطتني بعتت لي قالت لي ودويره كده التوب ده انا عارفاه. طب انا خدته بس وحطيته بحب في يعني. الشنطه بس بتعمله بحب. واتسللت، وازاي لقطتيني بعد سنتين التوب ده انا عارفاه. لا انا بتخانق مع اخويا على حاجات ليها علاقه مش بانه بياخد حاجتك. لا هي حاجات ليها علاقه بانه ما تستخدمش حاجتي. اوكي. يعني ممكن تاخدها او ممكن اديك فلوس تشتري واحده جديده، بس لو بتاعتي ما بحبش انا استخدمها وانت ترجع تستخدمها بعدي يعني. اوكي. وهو فاهم ده وخلاص، ما يعني عندنا ديل فالموضوع منتهي يعني. بس زمان واحنا صغيرين كنا بنتخانق على ده. هو كمان ما بيحبش استخدم حاجته يعني. ويسد ده ديل. بعد كده كل واحد عارف بقى، هو بقى عارف انا ايه ومش عارف ايه. صحيح انت مع اصحابك كنتوا مسافرين بتتخانقوا مين هينام جنب الباب ومين يا زمان كنا بنعمل الكلام ده فعلا. مين هينام جنب ومين بقى في جوه الطياره هيقعد جنب الشباك. صح برضه بتحصل. بس الخناقات بتبقى يعني فاني، مش بتبقى مش بضرب مش بقى. بضرب ومش بتنشن يعني، ومش بيموت بيقلب فالسفرية تبوظ. اوكي. قد ايه الراجل لما بيدخل بين بنتين بيبوظ بيبوظ الديل. ديل بريكر يعني. ديل بريكر. على حسب الراجل ده داخل بأنهي شكل يعني، بمعنى إذا واحدة منهم معجبة بيه فيعني كده الله يرحم الصداقة المسكينة الجميلة اللي قعدنا سنين نحفر ونبني ونأسس فيها وراحت خلاص. ليه بقى؟ لأنه البنت التانية بتحس بغضب وفكرة انه ايه ده فضلها عليا، فما بيعرفوش يتعاملوا مع بعض. اوكي تمام. ده في حالة لو احنا قلنا انه هو معجب بواحدة على التانية. ماشي. في اصحاب close friends لما بيدخلوا ما بين بنتين كراجل بيدمر العلاقة. اوكي. ليه بقى؟ لانه هو اهتماماته هتكون اكتر من اهتماماته مختلفة عن اهتمامات البنت. تمام. عنده ممكن يكون عنده وقت أكتر، ممكن يكون عنده ميول للأكتيفيتيز أكتر مختلفة. أوكي. فهنا حتى البنتين الصحاب الأصدقاء ممكن يغيروا أو يتضايقوا من بعض لأنه حتى صاحبهم الثالث أو صديقهم الثالث دخل في النص وانتي فضلتيه عليا، وانتي بقيتي بتخرجي معاه أكتر مني، وانتوا بقيتوا بتروحوا تعملوا اكتيفيتيز من غيري. واو. وانا بقيت متسابه بره وانتوا خلاص بقيتوا كلوز فريندز. ففي الحالتين لما بيدخل الراجل في النص ما بين بنتين ممكن العلاقه تنتهي للابد، مفيش فيها رجوع. واللي يغيظك بقى ايه يا محمود؟ اتفضلي يا فندم. انه ممكن الاثنين يفضلوا يتكلموا مع الراجل on the side عادي. واو. فالراجل ده مقسوم دلوقتي ويقطعوا في بعض. يعني دي بتتكلم معاه ودي بتتكلم معاه، بس الاثنين بطلوا يتكلموا مع بعض. بتحصل انا عارفهم دول. انه it's not logic.
طب انا ايه لا يعني؟ انت تمام، انا انت تمام على وضعك. اوعى بالظبط. تتحرك. عارف انا بس لو اتحركت سنتي واحد يبقى في قذيفة في لهب قذيفة. هتطلع انت تحرقك. قلت لها كده، انت قلت لها طب بصيت انت لها اتكلمت معاها؟ اصلا؟ سلمت عليها؟ بالظبط. انت سلمت عليها؟ ازاي طب انت تسلم عملت عليها؟ كده ليه؟ انت عملت ايه؟ في ايه؟ انا عايز مش انت يا بنتي اللي معرفاني عليها؟ والله انت اللي لا ما ده هيش غير صاحبتك. الكونفرزيشنز بتاعت احنا لو رحنا المكان ده ولقيناها مش هنسلم مش عليها. هنسلم عليها. اتفقنا؟ فلازم نبقى في اتفاق، عهد الاصدقاء كده، اللي هو ان ما احنا لو تسلمش دخلنا عليها. المكان ده مش هتسلم عليها، ولو سلمت عليها يبقى خسرتني. انتوا دايما على فكره عاملين لنا مشاكل. عملنا لكم فعلا. اه هو قصدك اصلا المشكله دي لو حصلت يبقى سببها الراجل. انا يعني كنت خايفه تسالني السؤال. ايوه يعني ما انا بقول لك عشان كده فعلا. لا مش سببها الراجل، عندك حق. اكيد يعني عندك سببها الهرمونات. لا بقول لك ايه الحد، الهرمونات خط احمر وستوب، ماشي. وهنخسر بعض ماشي. وهصحي فج. خلينا اوكي خلينا. انا بحذرك. هي متقلبه فما لا نو كنترول على فكره يعني. انتوا كمان عندكم هرمونات، معلش يعني، فبلاش نتكلم في الموضوع حتى ده. لو موجوده بس هي مستخبيه بالعلم وبالاثباتات انتوا متقلبين مزاجيا اكتر مننا. اوكي حماده. لا مش حماده، ده هتبقى لي حلقه تانية مش دلوقتي. حماده ده هنتكلم على تانية. نتكلم عنها دلوقتي. بس هي حقيقي بتبقى فكره انه زي ما انت قلت ما كانتش صداقه حقيقيه. ده حقيقي. لو وده ده حصل، اختبار. لو ده حصل يبقى فعلا وهو ده بقى اللي كان اختبار. ماشي. ده حقيقي، انا متفق معاكي جدا. تخليني اسالك اتفضل. ولا تساليني انت؟ اسالك انا. اسالني. تعالي. تعالي. طيب يا محمود. اكس. صح، انت بتضايقني لما بسالك يا محمود. ما بعرفش نفسي. بحس عايز اقول في حد تالت قاعد معانا. انتوا مين؟ هل كل الناس اللي خسرتهم فرقوا معاك انك خسرتهم؟ لا خالص. ده بالعكس، ده انا I'm speeding the process of let's get rid of this عشان نجيب ناس تاني. هو انت بتحمل ميكروباص؟ معلش ما هو معلش انت بتلم اجره يا محمود؟ حضرتك على حاجه. هو اللي بيدخل حياتك بتاخد منه اجره؟ ما هقول لك انا بس على حاجه ثانيه واحده. اقول لك على حاجه، ما كده انا هخسره، فايه رايك فانا هخسره بسرعه؟ فاهمه يعني؟ لو في حاجه موجوده في شخصيته هتبان تخليني ما نبقاش نعرف. معلش انا هي تبان نونسنس بس هي لوجيك. لا مش فاهم يعني هي تبان مش حسيه ومعزوله من المشاعر بس هي منطقيه جدا. ازاي يعني؟ هديكي مثال، اديني بس مساحه افسر. حسستني فجاه ان احنا في موقف عابدين. ايوه انت بتحمل صحاب. بتحمل. هو حقيقه انا عندي صحاب كتير فاحكي لك انا القصه دي. هو كده في طبع مش كويس لسه ما بانليش، فانا عايزه يبان لي بسرعه عشان اخسره بسرعه، بدل ما يبقى الطبع الوحش ده موجود فيه واعرفه بعد 10 سنين او بعد 5 سنين. فاهمه؟ زعلت مره على حد انت خسرته كان نفسك ما تخسروش؟ ليه؟ عشان ما توقعتش ان هو ما كانش صاحبي، ولكن كان موجود في البوتنشال، فما كنتش اتمنى ان ده يحصل. يعني ما كنتش اتمنى ان هو يبان فيه ده. كنت عايزه يكمل لل10 سنين. فاهم قصدي؟ يكمل لباقي الكرايتيريا عشان اقول عليه صاحب. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. فكان نفسي بس انا لما ده حصل انا زعلت بس هو ما كانش صاحبي بتصنيفي عشان اتكسر. عمل ايه؟ ما عملش حاجه ليها علاقه بيا. يعني هي عمل حاجه تبان مش بنقولها احنا مش رجوليه يعني. فاهم؟ بنقول يعني ده تصرف مش رجولي انك تعمل كده مثلا. ما وقفش في الحق يعني. مش معايا هو ما وقفش في الحق يعني. اتصرف في موقف بين اصل هو ده برضه عشان يكون صاحبي. هو مش لازم هو ما ينفعش يكون كل المواقف معاك. لا هو ما ينفعش يكون راجل معايا انا بس، هو لازم يكون راجل في المطلق.
الله يا محمود، مش دايما لسبب، لان هو كمان بيصنف الناس اللي يستحقوا يكون راجل معاهم او لا من وجهة نظره. افرض هو شايف انه انت الشخص اللي تستحق انه يضحي عشانك ويدخل في خناقة موت عشانك، بس واحد تاني ما لا يستحقش لا انه يتدخل صح علشان صح في صح. خناقة مش موت. مش قصدي خناقة الموت ليه. انا قصدي ان يعني الحاجات اللي هي في يومنا الروتيني اللي بتبين ان ده شخص عنده جدع مبادئ، حاجات بتبقى بسيطة جدا يعني. انا مش هروح بيها للاكستريم يعني. اوكي فهمتك. حد مزنوق في حاجة وهو ممكن يسعفه في بحركة بسيطة وطلع ندل، تبان ندالة يعني. هو ممكن يعملها بس هو ايه، تبان ندالة يعني. حركات بقى يعني حركات رخص كده بتبقى بسيطة. اوكي فهمتك. يعني حتى لو هو بيعمل معايا الحلو كله بس في المطلق مش ظابطه مع باقي الناس، مش هبقى مبسوط ان هو يكون صديقي يعني. اوكي. مش انا سألتك سؤال وقلت لك هل الرجالة ممكن لما يدخلوا بين البنات يبوظوا؟ هل بقى الفلوس لما تدخل، السؤال اهو، هل الفلوس لما تدخل بين بنتين ممكن تبوظ العلاقة؟ طب ايه تاني يعني؟ معلش عشان انا حاسس ان في حاجات كتير تاني يعني. رجالة بتدخل بتبوظ، فلوس بتدخل بتبوظ، لبس بيدخل بيبوظ، ايه تاني يعني؟ ايه تاني؟ حرام عليك وحياتك. وبعد كده وما تقوليش هرمونات. شو اتفضل التاني تقول لك كوافير، بقت بتروح لنفس الكوافير اللي انا بروح له. طب انا اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ احنا كائنات حساسة شغالة بايه ده يعني؟ اللي هو ايه؟ بالمشاعر. اوكي تمام. فمش يعني طبيعي انه كل حاجة انت ممكن تكون شايفها بسيطة بتأثر فينا وبتأثر في علاقاتنا. بس العلاقات اللي بتستمر ما بين البنات بتكون من أقوى العلاقات اللي ممكن تشوفها في دايرتك. وممكن حقيقي البنت علشان خاطر واحدة صاحبتها تروح للإكستريم اللي ممكن فعليا لو قلتلك إنه تضحي بإنها تتقبل في وظيفة عشان ترشح صاحبتها ليها هتعمل كده. اوكي. تتقبل في وظيفة، تتقبل في وظيفة عشان ترشح صاحبتها تعملها. وده انا شفته لا 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 ثانية واحدة. انا عايز واحدة بقى ما تاخدش الوظيفة وتديها لصاحبتها. حصلت قدامي وقدامي اتقال لها انتي انسب واحدة للوظيفة، قالت لهم لا فلانة انتوا متعرفوش قدراتها، وقعدت قصيدة. اوكي. ودي كانت بالنسبة لي انه هو معقول ممكن جديدة حد يعمل كده؟ جديدة. وهي في الوظيفة دي هتزيد في المرتب وهيبقى وضعها افضل. بس هي شايفت انه صاحبتها تستحق اكتر. ولما سألتها بعديها قالت لي انا ممكن يكون عندي فرص اكتر، انا بعرف اتكلم، بعرف اسوق لنفسي، بعرف اسوق لقدراتي. لكن هي ما بتعرفش تتكلم عن نفسها كتير. بس هي بتعرف تعمل الشغل صح. بس هي بتشتغل أفضل. صح وهي شاطرة كويس قوي ويعتمد عليها. فده النوع اللي انا شفته وحضرته في حياتي من بنات ممكن عندهم استعداد يعملوا ايه عشان خاطر بنات تانيين. نايس. فوق تخيلك، فوق تخيل انه في بشر ممكن يعملوا كده عشان بعض. في بشر يعملوا كده عشان بعض. حلو قوي. اسالك انا بقى سؤال مضحك. اتفضلي. لو انت شفت واحد قاطع معاه بتتعامل ازاي؟ انا قاطع مع حد؟ قاطع معاه، ما بتتكلمش معاه خالص، طلعته من دايره الصحاب ماشي. وحطيته في دايره ولا حاجه. ما بسلمش عليه خلاص، هشوفه ما بسلمش عليه. ولو كلمني والله ما هرحمه. والله العظيم. بس هو بس يبص لي اقول له في حاجه ولا ايه؟ هو بس لو رفع عينيه وعينيه جت في عيني. يعني انتوا كمان والله العظيم ما برحمش انا في الحاجات دي. ما برحمش انا الحاجات دي، ما فيش عندي هزار فيها. يعني انتوا كمان ممكن عادي تشوف حد وتعمل نفسك مش شايفه. لا طبعا. يعني ايه لا طبعا؟ انا هشوفه هبص له وهستناه يبص لي عشان اتخانق. ايه الجو ده؟ والله ما بهرج. ايه البلطجه دي؟ يا ما اعمل ايه طيب يعني؟ انا لا احنا راقيين على فكره. احنا راقيين. احنا ما بنبصش لبعض بقى كاني ببص في التليفون. لا انا العكس بقى تماما. انا لما اشوفه افضل واقف في المكان يعني، فاهم؟ المكان اهو هنا انا. انت بتستفزه يعني؟ مش العكس يعني. بتروح تقف مع اصحابه؟ لا مش انا مش بعمل ده عشان اضايقه. امال بتعمل كده؟ انا ببقى موجود في المكان. انا بعمل اللي انا عايزه. انا بعمل اللي انا عايزه. عايز اروح اتكلم مع اصحابه هعمل ده. عايز اروح اتكلم مع صحباته
هعمل ده برضو. غلس انا ريدي يعني، انت انا ريدي. غلس. مش غلس بس يعني انا مش هيبقى عندي دافع ان انا اعمل حاجه عكس اللي هو عايزها، بس انا هعمل اللي انا عايزه. فاهم؟ يعني مش تنسحب من المكان عشان never شفته. it will never happen. انسحب من المكان هو اللي انسحب، انا ما بنسحبش. عشان يعني تتفادى انه يبقى في انا موقف مش سخيف عايز قدام اتفادى، حد. مش عايز اتفادى حاجه اصلا، انا عايز كل حاجه تحصل. حاسس ان مفيش غلاسه والله، انا بس بحكي لك ان ده انت بقى بتعملي ايه؟ انت بس بتعملي ايه قلت لك خلاص هوا كأنها مش موجودة. طب افرض راحت كلمت بقى صاحبك، افرض بقى راحت كلمت صاحبك، هو اصلا يستجري يرد عليها. ما انا قلت لك في عهد في عهد الاصدقاء الأصدقاء المفروض ما يردش قبل ما عليها. ندخل المكان احنا متفقين لا هيسلم عليها ولا انا هسلم عليها. طب لو قالك سلمت عليها عادي اعمل ايه؟ يا حرام لا يحصل فيه، يا حرام. دراما بقى هتركب. هو مش في عهد الاصدقاء اتفقنا على حاجه اتفاق؟ طب افرض ما كنتوش اتفقتوا برضو انت بتقعد على فكره تدخلني في الاتفاقات اللي مش متفق عليها دي وبنقعد نتخانق في الاخر. اوكي اصل من بدري هو لازم يبقى عارف، لازم يبقى عارف وعارف ازاي يتعامل وحاسس ازاي ما ينفعش يتعامل. This is too deep. This is كتير قوي جوه جدا يعني، فاهم؟ زي ما انتوا كده المره اللي فاتت بتقولي it's too much care. لا ده اهتمام اقل. وهي بقى تفهم ازاي لا هي لازم توصل للاحساس انها تعرف انه الاهتمام المطلوب هو كمان الاحساس المطلوب. شفتي بقى؟ يعني لازم دايما يبقى لا ولا يبقى في تقدير في النص. والتقدير ايه؟ التقدير خسرنا كتير. عبارات تكاتك دونت سمول اس. حاجات بقى من دي كتير قوي. ايمان خليني اسالك، لو اللي انت كنت مرتبطه بيه ارتبط بصاحبتك اهي دي بقى عمرها ما حصلت. اوكي عشان كل ما اسالك على حاجه تقولي عمرها ما حصلت. لا شكلها عمرها ما حصلت فعلا. هي ما حصلتش، بس خليني اجاوبك اجابه افتراضيه. لو حصلت انا كنت ممكن احس بايه؟ اوكي هتلومي مين فيهم بس الاول؟ تصدق لو قلت لك اني هفرح لها من قلبي؟ يعني هي دي الناس النظيفه. ايه الاحراج ده فعلا والله. متوقع ان احنا نتخانق؟ لا طبعا. لو فاكره في بدايه البودكاست قلت لك، في بدايه الحلقه دي قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا ان ما حدش ليه اصلا دعوه ده يحب مين ولا ده يسيب مين، وده as long as ان الصداقه مش قويه. لكن لو الصداقه قويه هتتوجع جامد قوي. انا بالنسبه لي هفرح لها من قلبي لسبب، لانه لقوا بعض مع بعض دي حاجه، ولان اذا كان انسان كويس طبعا واحنا اختلفنا او سيبنا بعض لاسباب خارجه عن ارادتنا، وبعدين هو ارتبط بصاحبتي، بجد حقيقة هفرح لها من قلبي، لانه مش هلاقي حد أأمن منه عليها على صاحبتي. دي نقطة. اما اذا كان الشخص كان شخص غير مناسب، في الحالة دي انا لو هزعل من خوفي عليها، مش هزعل من غيرة او هزعل من انه هي ازاي لفت من ورايا واخدته. انا هزعل من خوفي عليها، لانه انا لما رحلتي مع الشخص ده وقصتي مع الشخص ده خلصت، هي كانت خلصانة لانه كان شخص مش مناسب لاسباب ومبادئ وحاجات ممكن تأذي اي انسان تاني يرتبط بيه. فكون ان هي تتحط في خطر ده هيخوفني عليها، بس اني اغير او احس ان هي لفت من ورايا. وبالمناسبة ده في نطاق الدوائر القريبة مني، دايما كنت بسمع من الصحاب البنات اللي انا اعرفهم انه دي معجبة بيه او ده معجب بيها، انا لا يمكن افكر فيه، انا لا يمكن اقرب منه. اوكي انا ما اعرفش طبعا اذا الدوائر الاكبر والاوسع الفكرة فيها مختلفة او لا، انه ممكن واحدة تدخل تاخد خطيب صاحبتها، ودي حاجات بتحصل على فكرة. وفي بنات بيدخلوا ياخدوا جوازات صاحباتهم، وبيحصل لحد النهاردة. بس هنا بقى النقطة اللي انت كنت بتتكلم عنها، اللي هي الاختيار الصح. صحيح. إذا كانت مختارة الصديقة الصح، عمرها ما هتقف في الموقف ده. والاختيار الصح بيرجعنا للنقطة اللي أنا كنت بحكي لك عنها، المبادئ. yeah. إذا البنت دايرة صاحبتها شافت
انه مبادئها تسمح لها انها تاخد حاجة مش من حقها حتى لو قلم رصاص، هي عادي جدا تقدر هي تاخد خطيبها، يبقى عادي جدا تقدر مسألة تاخد جوزها. مسألة مبدأ. يس، متفق معاكي جدا في ده. ايه اكتر بنت صاحبتك لما خسرتيها زعلتي فعلا عليها، وكان ايه الموقف؟ مم. هما كتير اللي خسرتيهم. ما هي دي مشكلة. طبعا مشكلة. المشكلة فين فيا بالظبط؟ ده حقيقي. يعني انا مش بعتبر، يعني ما اعرفش اقول لك ايه، بس لا انا هقول لك المشكلة كانت ايه. في مرحلة في حياتي انا كنت بخاف اسأل البنت انتي بعدتي ليه. فجأة كنا بنبقى قريبين وتطلع فجأة من حياتي، كنت بخاف اروح اسألها لان كان بيبقى عندي خوف اكبر من ان هي ممكن تقولي حاجة انا مش قادرة اواجهها في نفسي دلوقتي. فدي كانت في مرحلة اللي هي اقدر اقولك مرحلة ثانوية عامة. دي نقطة. بعدين دخلنا مرحلة الجامعة، وكانت بقى مرحلة مليانة أحداث وتغير كبير سريع في الأصدقاء، لأنك كل يوم والتاني بتتعرف على ناس في سكشن، كل يوم والتاني بتتعرف على ناس في محاضرة، في خروجة، في أوتنج. فمن كتر ما أنت عندك صحاب كتير، وهقولها بمنتهى الصراحة، كان بيبقى عندك استسهال لأنه ناس تدخل في حياتك وناس تخرج من حياتك. اوكي. ما بيبقاش فارق معاك، إنه عادي، ما أنا عندي 50 واحدة مش فارقة، زعلت اتقمصت أنا مش فارق معايا. قبليها أنا كنت بخاف، مش عايزة أسمع. بعديها كانت مرحلة أنا مش فارق معايا. اوكي. بعدين المرحلة اللي بعديها بقى اللي هي لما بدأنا نشتغل مع الشغل، يمكن كانت أصعبهم، اللي أقدر أقول إنه، ودي قررت أكتر من مرة، إنه كانت البنت دي كانت بتبقى مستنية مني موقف، مستنية مني إني أكون موجودة في الموقف، وأنا لأسباب شخصية ما قدرتش أكون موجودة، وخفت إني أروح أشرح لها أسبابي. اوكي. وانتهت العلاقة. ليه خفتي؟ يمكن كان ساعتها جوايا شك إنها ممكن ما تصدقنيش، وكان جوايا خوف من إنه بعد ما هتكلم عن أسبابي الشخصية اللي فيها لحظات ضعف، أنا ما بحبش أظهر ضعفي لحد، برضو ما تقتنعش بيها وما نرجعش صحاب. فكان جزء جوايا بيقولي إيمان العلاقة مش هترجع. اتعلمت من الحاجات دي دروس، بس في ناس ما عرفتش أرجعهم وزعلت، بس قدرت إنه كان لازم أتعلم الدرس ده عشان مع الناس دي، عشان أعرف إنه في أوقات ما عندكش وقت، أنت ما عندكش وقت، أنت هتخسر الناس دي، والناس دي كان وجودهم مهم في حياتك. فإذا غلطت اعترف إنك غلطت على الأقل عشان تعرف تنام، لأنه عدت عليا أيام كتيرة ما كنتش عارفة أنام، ضميري مش سايبني، مش قادرة أسامح نفسي، مش قادرة أسامح نفسي إنه البنت دي احتاجتني في موقف أنا ما كنتش موجودة فيه. حتى لو كان في اللحظة دي أنا كان عندي موقف، يعني كان عندي أسباب كبيرة. يعني هحكي لك، للأسف هو طبعا ده حصل باترن يعني، واكتشفت بعديها إنه ده ناتج عن فكرة إني بخاف أتعلق بالناس. من ضمن المواقف اللي حصلت لي وأنا بدرس برا، وصاحبتي في مصر كانت محتاجاني جدا، واتصلت بيا اكتر من مره وبعتت لي على الواتساب وقالت لي ان هي محتاجه تحكي لي على موقف مهم. في نفس اليوم ده انا كان عندي تسليم ابحاث، والسوفت وير ضرب على اللابتوب. بعد ما قعدت اشتغلت على البحث ده اسبوع، في نفس اليوم بتاع التسليم السوفت وير ضرب، قعدت اشتغلت عليه طول اليوم، ما قدرتش اسمعها، ما قدرتش اكلمها، ورجعت تعبانه، نمت مقتوله. تمام. صحيت بقى تاني يوم، اتصل بيها ما بتردش، ابعت لها ما بتردش. اخدت مني موقف، لانه هي حقيقي كانت محتاجالي، وانا كان عندي تسليم ابحاث، وتاني يوم كان عندي شيفت في الشغل. فانا
انا شايفة انه انا كان عندي عذري، بس الغلطة اللي انا غلطتها في اللحظة دي انه انا ملحقتش الموقف من اوله من بدري، وقلت لها وشرحت لها ايه اللي بيحصل معايا. قلت لها انا دلوقتي في الجامعة، كان لازم اقول لها ان انا دلوقتي في الجامعة، الابحاث طارت من على اللابتوب، انا لازم اقعد اشتغل عليها تاني، انا ما قداميش غير ساعتين قبل الديدلاين. كان لازم احطها في البروسيس دي كلها علشان هي تبقى عارفة انه انا ما تخلتش، انا ما تجاهلتش، انا عندي ظروف اكبر مني. واذا هي قالت لي ايمان انا محتاجاكي بغض النظر عن اللي بيحصل، انا كان لازم استوعب انه ده يعني انه انا مهمة جدا في حياتها. بس انا ما فهمتش ده، وده كان من اهم واكبر الدروس. طبعا رجعت بعديها واعتذرت وحاولت كتير ان انا اصلح. فضل شرخ كبير ما بيننا عشان بس الموقف ده، عشان الموقف ده. بس الحمد لله لانه في عشرة وفي سنين سامحنا وعدينا. اوكي. بس اللي اتعلمته انه ما ينفعش انه حد يبقى محتاجك وانت عندك ظرف وما تحطوش في الصورة وما تفهموش ايه الظرف اللي فكرتني بيحصل معاك. بموقف بالظبط حصل معايا. بنت زميلتي كانت شغاله معايا في شغلي القديم، من الناس يعني الجدعان جدا جدا جدا. كنت لسه مسافر من القاهره ومسافر محافظه تانية، وبمجرد ما وصلت المحافظه كانت حاجه ضروري، يعني ضروري جدا، ما كنتش عارف ارجع. ومجرد ما وصلت المحافظه والدتها توفت. كان المفروض ارجع، ولكن عشان الظرف اللي كان عندي هناك وخلاني ما اعرفش ارجع، كان عندي واحد بقى صديق ليا برضو، راجل جدا من اصدقائي يعني كان واقف معاها يعني في الموضوع ده. وبعد كده اتجوزوا بقى هما الاتنين دول. فكانت قصة يعني كنت فرحان ليهم هما الاتنين صحابي جدا 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 وجدعان قوي، الاتنين اجدع من بعض يعني. وتعرفوا على بعض في الموقف ده؟ يعني انت كلمته خليته يروح لا يسد مكانك يعني؟ لا، هو اصلا تقدري تقولي ان انا كنت اعرف البنت الاول من غير ما هي تعرف الولد، وانا كنت اعرف الولد من غير ما هو يعرفه. اوكي. وبعد كده هما الاتنين عرفوا بعض ازاي؟ في الشغل. في الشغل. فعرفوا بقى بعض في الشغل، وبعد كده اتجوزوا بقى. ف يعني انا ممكن تقولي ان انا يعني اكدت للبنت ان الولد ده جدع، واكدت للولد ان البنت دي جدعة. فكانوا فعلا يليقوا لبعض. فمن احلى الحاجات اللي حصلت. ف باي ذا واي كان وارد جدا جدا جدا، مش وارد، هو كان اكيد هيحصل ده، ان لو كان الولد صاحبي الراجل ده مش واقف مع البنت صاحبتي الجدعة دي، او ما كانش موجود، كنت هرجع. يعني السبب الاساسي اللي خلاني مرجعش ان الولد زميل صاحبي ده موجود، وده عشرة بقى ممكن تقولي 20 سنة. فانا خلاص، انا يعني انا وهو كأننا موجودين في نفس المكان. وده هيعمله مع زميلتي، هيعمله مع والدتي، هيعمله مع اي حد موجود من عيلتي. بس مكالمة التليفون بيتصرف كأني موجود، كأنه بالظبط استنساخ لشخصيتي. فاهمة الليفل؟ فاهمة الليفل؟ هسألك سؤال بما ان انت قلت النقطة دي. لو صاحب ليك عمل موقف من الاخر يعني، اتخانق مع اخوك، اختلفوا في وجهات النظر، قفشوا على بعض، حصل تنشن ما بينهم، ممكن ده يأثر على علاقتك بصاحبك؟ درجة الصحوبية اني واحدة، عشان صاحبي خدي بالك بقى، شوفي انا قد ايه بنيها من البيت صح. عشان كده انا باخد وقتي قوي. تصدقيني صاحبي اللي عشرته ما بيني وما بينها 10 سنين هيعامل اخويا كأنه بيعاملني. بس هرجع اقول لك يا محمود، اكيد في مرحلة أيوة. من حياتك، خلينا نقول مرحلة بدري، ممكن يكون اعدادي، ممكن يكون ابتدائي، في مرحلة انت ما كنتش اوير بكل المفاهيم دي. صح. بتتكلمي بقى على اكسبيرينس قديمة يعني. لا، اضربه اي حد يجي على اخويا هقتله. ان شاء الله لو كان صاحبي ايه ده، بس يمس في المستقبل. يعني
مش بهزر يعني، ما دي في حاجات عندي خطوط حمراء لدرجة ان انا ما عنديش مشكلة ان انا اموت علشان هي ما تتعملش يعني. اي حد من اهلي من عيلتي من الناس اللي انا طب حتى بحبها. لو انت شايف ان صاحبك كان على حق واخوك هو اللي مستفز بصراحة؟ ده سؤال صعب قوي، لان هو بيضرب في ايه؟ في حد من العيلة ومبدأ وحق. باي ذا واي انا ما بتخانقش لحد لو انا شايف ان هو مش على حق على فكرة. مم. يعني مش أنا لازم صاحبك على حق واخوك مش على حق، لا هتعمل طبعا ايه؟ هلوم اخويا. هتقف قصاد اخوك مع مش صاحبك؟ ايه يا قصاد اخويا ايه؟ مش هطلع انا هلوم اخويا واخو. المثل بيقول ايه يا محمود؟ بيقول ايه؟ انا واخويا على انا ابن عمي، لا لا مفيش وانا الكلام وابن ده، عمي مفيش على الكلام ده. الغريب. الكلام ده انا ما بمشيش ورا القواعد الموجوده اللي هي فيها نونسنس. اوكي. انا عندي ماي اون رولز يعني. ف وبخلقها بناء على اللوجيكال ثينكينج اللي هو المنطق. فانا ما عنديش قواعد ثابته ولا حاجه ليها علاقه بالمجتمعات ولا حاجه ليها علاقه بالتاريخ. ماليش دعوه انا الصح ايه او انا شايف الصح من وجهه نظري ايه وبعمله. فلو اخويا غلطان وصاحبي صح. هتكلم مع اخويا وانا واثق ان اخويا بيسمع كلامي، يعني هتفهم ده يعني مش هيوصل لمرحله ان يحصل حوار يعني. طيب يعني اديكي مثال ممكن تكون حصلت، انا مش فاكر حصلت ولا لا، بس يعني لو صاحبي قال لاخويا احنا مثلا في موقف او حاجه وقال له ما تتكلمش، صاحبي قال لاخويا ما تتكلمش عشان صاحبي ده كبير في سني، واخويا اتكلم هلوم اخويا. اوكي. طيب هسألك سؤال. انت شايف ان ممكن الاخوات يبقوا best friends، يبقوا اصحاب مقربين؟ طبعا عادي، انا واخويا كده. يعني انت ممكن تحكي لاخوك على كل حاجه؟ لا في حاجات معينه ما اقدرش. في حاجات خطر. ليه؟ عشان اللي خطرها عشان محرجه يعني، مش هروح اقول له يعني اقول ما انا لو قلت هعرف اخوك هيعرف، كلنا هنعرف. بس هي مساله برضه محرجه شويه، ولكن احنا فاهمين. يا سلام. فاهمه يعني، انا فاهم وهو فاهم احنا بنعمل ايه. وعنده يعني اسرارك يعني؟ هو ما عندوش، انا ما بحكيهالوش، بس هو هارش. يا سلام. هو فاهم يعني، فاهمه، وانا فاهم هو بيعمل ايه. معلش بس يا محمود انزل بس عشان انا هطبخ، محتاج البيت عشان اطبخ. فاهم. اوكي فبقول له اوكي. اطبخ لي معاك يعني، حاجات كده. طيب بما انه انت واخوك عندكم العلاقه دي من الصداقه، السؤال التاني، اذا اختلفتوا في وجهات النظر بنتخانق زي اي اخوات بيتخانقوا يعني. بتبقى خناقه مضحكه يعني. عارفه الخناقه اللي هي انا قلت ونقعد بقى نزعق في بعض في الاخر، توصل لضرب والجو ده؟ عمرك ما اديت ايدك على اخوك؟ زمان طبعا كنا بنتخانق بالضرب، اقسم بالله كنا بنرمي المخدات في وش بعض مخدات؟ عيب على فكره، مش حلوه في كانت حقك على فيري البودكاست. تاف يعني. كان مخدات فيري توف. كنا اطفال بقى، كنا اطفال. انا فاكر يعني، انا فاكر خناقه المخدات دي في البيت ما كانتش بتهمد، البيت كله كان بيتكسر اقسم بالله. كنا بنقعد نتنطط على السرير تتريقوا علينا ها؟ لا بس انا واخويا كنا واحنا صغيرين مشاغبين جدا يعني. خلينا بقى يا ايمان نسأل الناس ايه اول مرة الناس خسرت فيها صديق عمرهم، وليه؟ اوكي، يكتبوا لنا ده فين يا ايمان؟ في التعليقات على يوتيوب كوميونتي، وعلى يوتيوب اصلا على الحلقات. ويكتبوها لنا كمان على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. ومش عايزين ننسى نقول لهم يعملوا لنا فولو وسبسكرايب طبعا. خلاص دلوقتي لازم. كنا مكسوفين نقول ده. لا خلاص، انطلقت انطلقت خلاص، قلتها مرة خلاص. الحلقة الجاية تكون عن ايه؟ دي مفاجأة. ماشي، باي. باي.